بيحكوا إن في بنت اسمها ليلى كانت عايشة لوحدها في شقة قديمة في عمارة مشهورة إنها مسكونة. في يوم وهي قاعدة بالليل جات لها مكالمة غريبة. الرقم ما كانش معروف، لكن اللي أغرب إن الصوت اللي بيكلمها كان صوتها هي. الصوت قال: ليلى اهربي حالا قبل ما يصحى. البنت كانت مصدومة بتحاول تفهم مين انتي، صوتي ده رقم ايه ده؟ الصوت رد بتنهيدة طويلة وقال: انا مش من المستقبل، انا من هنا جوه البيت. من ساعتها بدأت حاجات غريبة تحصل. الباب يتفتح ويتقفل لوحده، النور يطفي فجأة، في ريحة تراب وبخور انتشرت في الشقة. ليلى فضلت تدور لحد ما صوت الموبايل رجع يرن، لكن المرة دي المكالمة كانت من جوه الحيطة. لما قربت سمعت همس بوضوح: انا مدفونة هنا، خدوا جسمي ومحدش عارف، بس روحي لسه موجودة وجاية اخد صوتك مكاني. بعد كده الحيطة اتفتحت من نفسها وظهر وراها جمجمة وعليها بقايا شعر بني شبه شعر ليلى تماما. وفي اليوم اللي بعده ليلى اختفت، لكن اغرب حاجة الجيران بيقولوا انهم لسه بيسمعوا صوت المكالمة بتيجي من الشقة، ودايما بتكون بصوتها.